القطه او الكلب بتوعي بياكلوا بشكل كويس خالص، هل محتاجين ان هم ياخدوا مالتي فيتامين او اي حاجه خارجيه من بره؟ السؤال ده اجابته على حسب كل حاجه. في حاجات بتكون موجوده في الطبيعه محتاجين ان هم ياخدوها من بره. فلو انا القطه او الكلب بتاعي عايشين جوه البيت، مش بيتعرضوا للشمس، مش بيتعرضوا للهواء، مش بيخرجوا كتير ويحتكوا بالطبيعه، بيبقى في عناصر ناقصه في جسمهم زي فيتامين د، زي باقي الفيتامينات اللي محتاجين ياخدوها من الشمس. الحاجات دي كلها لازم ياخدوها من سورس خارجي من بره، علشان كده بنحتاج نديها بدوزز معينه مع الاكل بتاعهم حتى لو هم بياكلوا اكل كويس. ولكن لو هم عايشين في بيئه قريبه جدا للبيئه بتاعتهم، يعني يكونوا عايشين اوت دور ويكونوا عايشين بيبداوا يعملوا اكسرسايز بشكل معين علشان يبداوا يستفيدوا من الفيتامينز دي، في الحاله دي بنقدر نقول مش محتاجين. طيب نعرف منين اذا كانوا محتاجين او لا؟ نبدا نناقش مع الدكتور بتاعنا نوع الاكل اللي هم بياكلوه والبيئه اللي هم عايشين فيها، وهو يحدد لنا اذا كانوا محتاجين ولا لا، وايه النوع اللي هم محتاجينه بالظبط. انا دكتور مينا ودي عيادة بتوين.